واخيرا جبت لكم الوصفه اللي الكل يبحث عنها، ما موجوده حتى على اليوتيوب. راح اقدم لكم هاي الوصفه بمقادير كلش مضبوطه، تابعوا للاخير. يلا على الوصفه. بالبدايه بالعجانه جبت الطحين، خليت عليه المواد الجافه، وراح اكتب لكم المقادير اسفل الفيديو. بعدها جبت قلاص بمي دافيه، حطيت عليه الخمره الفوريه والسكر واخلطهم واخليهم على جنب 10 دقائق. بعدها راح تشوفون هاي الوصفه. اذا ما شفتوا هاي الوصفه يعني الخمره فاتته وما تشتغل. ضفت قلاص الخمره ويا المي، ضفت بيضه حجم وسط، خلطتهم، ضفت المي الدافي بالتدريج 10 دقائق إلى أن وصل إلى هذا المستوى. بعدها ضفت الزبدة المذوبة وخلطت أيضا 10 دقائق أخرى. بعدها راح توصل هذا التماسك مالتها أو هذا التكستشر مالتها. شوية تلزق بليد، أخليها بمكان دافي حتى ترتاح. بعد أن ترتاح راح تكون الشغل بها كلش لطيف. عندي هنا 3 حشوات. أول حشوة استخدمت الترخون وجبن جرانا بادانو، وبقية الحشوات راح أكتبها لكم أسفل الفيديو. دهنت إيدي أكيد بزيت زيتون. وشوفوا العجينة بعدها لينة، لكن التحكم بها كلش سهل ومريح. أسوي لها ديبينج وفولدينج بداخل كل حشوة مثل ما تشوفون، واخليها بالصينية واخليها ترتاح. بعد ان ترتاح اجيب هنا صفار بيضة، كريمة طبخ، فانيلا، وادهن بها الوجه بهالشكل، وادخلها على فرن حامي مسبقا 200 درجة مئوية، وبس اطلعها اخليها ترتاح وبعدين اقدمها. طبعا ما احكي لكم على الريحة والطعم الخطير، تقدرون تفتحون بها مشروع صغير من البيت، راح تكونون كلش متميزين بها. اتمنى استفادتوا من الوصفة. اشوفكم فيديوهات جديدة. دمتم في امان الله.